عمرك انفجرت فجأة وغضبك خلاك تخسر ناس كتير من حواليك؟ كلمة واحدة وموقف صغير بس دماغك دايما بتقولك هتغلط وهتندم. اسمع دي، الغضب مش مشكلة، المشكلة لما يتحكم فيك ويخرب علاقاتك. النهاردة مع بعض هنتعلم ازاي انت تديره وتسيطر عليه بدل ما هو اللي يسوق. اهلا بيكم، انا عبد الله مصطفى. الغضب شعور طبيعي جدا، كلنا اكيد بنغضب. الفرق بين شخص بيسيطر على الغضب وشخص تاني بينفجر من الغضب هو الفرق بين علاقات صحية وعلاقات هادية وحياة مليانة صدمات ومشاكل. النهاردة مع بعض هنعرف سبب الغضب الحقيقي، نقط تخليك ازاي تتعامل مع الغضب، خطوات عملية تمنعك من تدمير نفسك واللي حواليك. زي ما تعودنا دايما بنتكلم بكام خطوة نفهم بيهم ازاي نتجنب المشكلة دي. ورقة وقلم ومشروبك اللذيذ ويلا بينا. الخطوة الأولى، هو ليه الإنسان بيغضب بسهولة؟ في سنة 1930 عالم اسمه جيمس لافوي اكتشف إن الغضب مش بس شعور، ده استجابة بيولوجية. لما حد يهدد سلامتك أو راحتك الدماغ تولع النار، الأدرينالين وزيادة ضربات في القلب، استعداد للهجوم أو الدفاع. طب إيه هي أصلا أسباب الغضب؟ أسباب الغضب بتتلخص في الكام نقطة دول: ضغط مستمر، شعور بعدم السيطرة، توقعات غير واقعية، مشاكل في الماضي ما اتحلتش. زي مثلا انت واقف في يوم من الايام في مكان زحمه جدا وجي واحد سند على عربيتك، دماغك بقى تشتغل وتقولك في اللحظه دي ايه؟ انا هنزل اكسره، انا هدوسه وانا ماشي بالعربيه، هزعق معاه وهعمل خناقه كبيره. وكل ده في لحظه الدماغ بتولع النار، وكل ده قبل ما توقف نفسك. النقطه التانية، تاثير الغضب على حياتك انت ايه؟ من ناحيه العلاقات، خناقات دايما، فشل في التواصل ما بينك وبين الشريك، فقدان الثقه مع الاشخاص من حواليك. طب من ناحيه الشغل، قرارات كتيره جدا غلط، مشاكل مع اصحابك في الشغل. طب من ناحيه الصحه، هتلاقي دايما ضغط دمك مرتفع، صداع دايما وارهاق نفسي. اما بالنسبه للثقه بالنفس، كل انفجار بيخليك تخسر احترامك لنفسك. احكي لك قصه صغيره تفهم بيها اقصد اقول لك ايه. شاب بيتكلم مع صاحبه وفجاه انفعل وغضب بسبب موقف بسيط، وبعد دقيقه لما فكر ما بينه وبين نفسه رجع ندمان. بس للأسف ممكن من الموقف الصغير دوت تلاقي العلاقة ما بينهم تكاد تكون خلاص مش موجودة تاني، وكأن الغضب دمر تاريخهم مع بعض. طب ايه هي الخطوات العملية اللي اتكلمنا فيها في الأول عشان نتجنب الغضب؟ أول نقطة، اتعرف على مسببات الغضب عندك. زي ما بتكلم في كل مرة معاك ورقة وقلم وبتكتب كل حاجة عشان تعرف تخرجها من نفسك، اكتب المواقف اللي بتخليك تغضب بسرعة وفكر ليه بالظبط. الخطوة التانية، اقف للحظة وعد ل5، خد نفس عميق وقول الحمد لله. ولو في حاجة هتوصلك انك ما تعرفش تعمل ده، حاول تبعد جسديا شوية. الدماغ البشرية طبيعي جدا بتحتاج كام ثانية كده قبل ما تاخد خطوة للهجوم. النقطة الثالثة، استخدم التعبير الهادي. بدل ما تغضب او تنفعل، استخدم اسلوب انا حاسس بكذا، وحاول تركز على المشكلة مش الشخص اللي قدامك. النقطة الرابعة، اعادة التقييم العقلي. للحظة كده ما بينك وبين نفسك اسألها وقول لها الموضوع يستاهل الطاقة والغضب اللي هيطلع مني ده؟ النقطة الخامسة، الرياضة والتحرك الجسدي. الغضب بيحتاج تفريغ للطاقة مش انك تدفنها. النقطة السادسة، المعالجة الجذرية للنفس. غالبا الإنسان اللي بيغضب ده بشكل ما بيكون عنده الغضب من حاجات قديمة فاتت. حاول تقعد مع نفسك أو تقعد مع مختص تفهم ايه الحاجات اللي جواك وايه الحاجات اللي عندك عشان تقدر تتحكم فيها بعد كده. جاهزين دلوقتي ندخل على الخطوة الرابعة؟ أمثلة هعرفك بيها الغضب بيحصل فين وازاي. زي مثلا وانت بتتعامل مع أصحابك في الشغل تحت الضغط، وانت في البيت ومع شريكة حياتك وحصل ضغط معين فخلاك تنفجر في موقف ما. أو مثلا انك تتعامل في مواقفك في حياتك اليومية وللأسف موقف صغير جدا يطلعك عن شعور. الجملة الذهبية يا صديقي، الغضب مش عدوك، الغضب مؤشر. لو اتعلمت انك تفسره صح هتعيش حياة هادية وعلاقات أقوى. طب ملخص الحلقة ايه؟ حط في دماغك دايما ان الغضب شعور طبيعي جدا، لكن انك تسيطر عليه دي مش حاجة اختيارية او رفاهية، دي مهارة حياتية وارد وعادي جدا انك تتعلمها. ابدأ بحاجة بسيطة وخطوة خطوة. لو مشيت في انك تحاول تتحكم في غضبك هتشوف الفرق في تعاملاتك مع الناس وفي كل علاقاتك. لو الحلقة عجبتك جرب تمرين النهاردة قبل ما تغضب، وزي ما قلنا حاول تعد ل5 وتنفس قبل ما تغضب. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتابعني على كل منصات السوشيال ميديا، واكتب لي وقول لي ايه اكتر موقف بيخليك تفقد اعصابك دلوقتي. سلام.